ما سألتش نفسك ليه إعلان البنك الأهلي بقى ترند وجاب أكتر من 17 مليون مشاهدة على اليوتيوب؟ السلام عليكم صديقي المصمم. خلينا نمسك الإعلان كده ونقسمه لأربع أجزاء ونشوف إزاي قدر ينجح في كل جزء وإزاي خلى كل جزء يخدم الجزء اللي بعديه. يلا. وطبعا مش هينفع نتكلم عن الإعلان من غير ما نتكلم عن فكرة الإعلان، والإعلان هنا اختار فكرة مهمة ومنتشرة وخطيرة جدا، وهي النصب الإلكتروني. حذرنا من النصب كتير، بس برضه هنكرر التحذير. البنك هنا ما اختارش انه يبيع منتج او يعرض خدمة، البنك هنا اختار انه يوعي وينقذ الناس. ودينا بنوعي كل الشعب. بس السؤال هنا انهي ناس؟ وده هياخدنا على النقطة التانية وهي الجمهور المستهدف. واختيار الجمهور المستهدف في الإعلان ده موفق جدا، لأنه اختار أكتر طبقة بتتعرض للنصب الإلكتروني اللي هي الطبقة المتوسطة والعاملة، ونجح في إظهارهم بشكل جميل جدا، زي الست الكبيرة اللي قاعدة لوحدها وجالها رسالة، أو الشاب اللي مسافر وفي وسط الصحراء وبعيد عن أي فرع بنك، أو حتى الفرح الشعبي بالناس البسيطة اللي فيه. وعلشان الرسالة توصل أكتر كان لازم يختار شخص طبيعي شبههم بنفس روحهم وطبيعتهم، واختيار عصام عمر هنا موفق جدا، خلى الإعلان مش بيتكلم مع الناس، خلى الإعلان بيتكلم بلسانهم. بس برضه الإعلان ما كانش هينجح النجاح ده كله من غير النقطة اللي جاية دي، وهي السكريبت أو المحتوى. العد التصاعدي من 1 ل10 فكرة جهنمية، خلت كل معلومة وكل رقم في الإعلان عبارة عن هوك بيشد المشاهد يخليه مستني النقطة والمعلومة اللي بعديها، وإنك تربط كل ده بقى بأغنية مع موسيقى شعبية مع سي تي إيه قوي ومباشر زي ما تثقش وما تشيرش وإياك تقولهم لأي حد، خلى الإعلان يثبت في دماغ المشاهد جدا. بس التورتة ما تحلاش من غير الكريزة اللي بتزينها من فوق، وأنا هنا أكيد بتكلم عن البراندنج. الإعلان هنا وظف البراندنج بطريقة مبهرة بصراحة، من أول لقطة في الإعلان لحد آخر لقطة، من ألوان الميكروفونات لللبس للديكورات. اللوجو مش ظاهر بس الإحساس بالبراند موجود في كل تفصيلة. بس كده صديقي المصمم، ودي كانت نظرة سريعة بعين الخبير مع أحمد قابيل. ولو عندك أي إعلان حابب إن احنا نحلله سوا اكتبه لي في الكومنت، وأكيد ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وشير وتستناني الفيديوهات اللي جاية، وسلام.